عايزة اوريكم حاجة، ده شكله بعد ما طلع من الفريزر. اسمعوا. تعالوا اقول لكم ازاي نعمل انجح عجينه لسمبوسه البف في البيت. هتطلع هشه ومقرمشه، ومش قادره اقول لكم كمان بخزنها في الفريزر وتطلع على القلي على طول. هنحتاج شويه مكونات موجوده في كل بيت: دقيق ونشا وزيت وملح وشويه ميه. المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. هنحط كل المكونات على بعض ما عدا الميه ونفركهم كويس قوي، وبعد كده هنزود كميه الميه ونعجنها وهي بتبقى عجينه ناشفه مش طريه. اهم حاجه ان هي ما بتلزقش في الايد زي ما انتم شايفين. هحطها في كيس واسيبها ساعه ترتاح مش تخمر، عشان احنا مش حاطين فيها خميره، فهي حجمها مش هيكبر ولا اي حاجه، احنا بنريحها بس عشان لما نيجي نفردها يبقى تتفرد معانا بسهوله، ما نلاقيش وما نواجهش صعوبه وقت الفرد يعني. بعد ما سبتها ساعة فردت العجينة بتاعتي، عملتها كور متساوية، وكل كورة هسيبها دلوقتي وهقسمها قطع أصغر. هقولكوا ليه. أول طريقة في الحشو اللي هي الطريقة العادية لو ما عندناش القوالب الجاهزة بتاعة السمبوسة البف اللي هي بتعمل السمبوسة البف. وعايزه اقول لكم هي القوالب بتاعتها دي موجوده في اي محل ادوات منزليه، وسعرها رخيص جدا وبتسهل عليكم قوي عمايل السمبوسه البف او اي معجنات، مش لازم سمبوسه بف يعني. فردت العجينه بتاعتي رقيق خالص زي ما شفتوا، حطيت الحشوه اللي انا عايزاها. انا دي عملتها حشوه لحمه مفرومه، ممكن تحشوا بقى جبن اللي انتوا عايزينه، اي حشوه فراخ براحتكم. المهم ان احنا بنفردها رقيق، نتنيهم على بعض كده ونقفل الاطراف بتاعتها. الطروف دي مش عارفه، الاطراف بتاعتها بالشوكه كويس عشان ما تفتحش وقت القلي. دي الطريقه العاديه خالص، واهم حاجه ان احنا نرققها كويس قوي عشان تبقى هشه ومنفوخه كده وقت القلي، ما تبقاش تحسوا ان هي عجينه لازقه في بعضها. ماشي. اهم حاجه زي ما قلت لكم اهو، رققوها جدا جدا جدا. دي بقى القوالب بتاعه السمبوسه البف او اي معجنات عندكم، بتيجي كذا واحده مع بعض وبيبقوا احجام مختلفه، ممكن تعملوا بيها الكالزوني كمان، فبيبقوا تحفه وبيعيشوا سنين وسنين يعني، ما بيجرالهمش اي حاجه. قطعت العجينه لكور اصغر على قد وحده السمبوسه البف اللي انا هعملها، ومفيش بفرد العجينة رقيق خالص، افردها على القالب بتاعي اهو، احط الحشوة في النص، اهم حاجة الحروف ما يبقاش عليها حشوة، واضغط عليها كويس كده، وبايدي العجينة التانية الزيادة اللي طالعة دي بتتشال بالايد بسهولة جدا. بس بفتح القالب بتاعي، السمبوسة بتطلع منه. انا مش عايزة اقول لكم ان الموضوع سهل جدا ولذيذ، وفي العاب اطفال كتير قوي بتبقى نفس النظام بالصلصال كده، الولاد بيقعدوا يلعبوا بيها، فعايزه اقول لكم بتبقى خطيره يعني، ممكن ولادكم يساعدوكوا فيها، الموضوع بيبقى سهل اصلا. شايفين؟ مفيش اسهل من كده. خلاص انا كده خلصت. ممكن كمان نعمل في القوالب دي الدمبلينجز. خلصت الكميه بتاعتي كلها، رصيتها على صينيه، دخلتها الفريزر لغايه ما تتجمد تماما. بعد كده اعبيها في اكياس مقفوله كويس واحطها بقى في الفريزر بتاعتي. ما ينفعش نعينها وهي لسه طريه، عشان ايه؟ عشان ما تلزقش في بعضها. نيجي بقى لمرحله القلي. اهم حاجه الزيت يبقى سخن وسط، ننزل فيه السمبوسه بتاعتنا ونفضل نقلب كويس كده بالمعلقه، ونحط من الزيت كده على وش السمبوسه اللي بيبقى ظاهر بره الزيت. ماشي. ومفيش اكتر من كده لغايه ما تاخد لون ذهبي. هنطلعها على مصفى، تحتها مناديل او اي شبكه عندكم عشان تفضل محافظه على القرمشه بتاعتها وتفضل هشه ما تطراش خالص. مش قادره اقول لكم دي احلى سمبوسه ممكن تجربوها، طعمها حلو قوي وطعمها مختلف تماما عن السمبوسه التانية اللي بنلفها. والحشوات بقى ابدعوا فيها زي ما انتوا عايزين. بنحطها في الفريزر تطلع وتتقلق وهي متجمدة على طول. احلى حاجة في الوصفة دي ان كمية قليلة قوي من الدقيق بتعمل معانا كمية كبيرة قوي من السمبوسة.